السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقولك النهاردة لو عندك كمية كبيرة من الملوخية ازاي تخزنيها وازاي تخرطيها بطريقة سهلة جدا. اسهل طريقة واحلى طريقة من بعد تخريط الملوخية هي الطريقة اللي انا هقولها لك دي النهاردة. لو عندك 10 كيلو ملوخية وحابة تعمليهم في 10 دقايق هنعملهم مع بعض النهاردة. انا عاملة النهاردة شوية كتار بس دولت شوية صغيرة كده، قلت اوريكم الاول ازاي احنا بنقطف الملوخية. لما تيجي تقطفيها تقطعيها بالوردة اللي فوق دي كلها، عشان دي على بعضها كده هي اللي بتعمل عرق حلو قوي للملوخية. مش عايزة اقولك بقى دي افضل طريقة هتعملي بيها الملوخية، هتسهل علينا الدنيا، ولا هنقعد نخرط بقى ونتعب في كميات كبيرة ولا الكلام ده كله. مهما كان عندك كمية كبيرة من الملوخية هتعمليها في 5 دقايق بالظبط. زي ما انتوا شايفين انا جبت حلة حطيت فيها مية بتغلي. هتجيبي بقى كمية الملوخية اللي عندك وهتسقطيها في المية دي مجرد دقيقة واحدة بس. يعني اول ما المية تبتدي تغلي هتروحي جاية طافية النار، هتروحي نازلة بالملوخية كلها، يا دوب تسقطي فيها بس الملوخية وتدبل، تقومي شايلها على طول في نفس الدقيقة. اللي يقولك سيبيها دقيقتين 3 دقايق ده كلام مش مظبوط. الصح ان انتي اول ما تغطسيها وتدبل تقومي شايلها بمصفى على طول او بمعلقة، علشان خاطر ما تنزلش العرق اللي فيها. اهو زي ما انتوا شايفين انا اول ما هنزلها في المية المغلية، طبعا متفقين ان احنا طافيين النار دلوقتي، خلاص انا غطستها كلها ودبلت اهي، هشيلها على طول مش هستنى عليها خالص. هبدأ بقى اشيلها بسرعة زي ما انتوا شايفين كده. ما خدتش دقيقة معايا وشيلتها على طول. لو استنيتي عليها اكتر من كده هتلاقي وانتي بتشيليها كده هتلاقي العرق بتاعها نازل في المية. وده شكل الملوخية بعد ما شيلتها على طول، ما لحقتش تغمق ولا يجرالها حاجة. وهنا بقى فضيتها في طبق تاني بعد ما اتصفت. زي ما انتوا شايفين الملوخية طالعة ناعمة متماسكة والعرق بتاعها موجود زي ما هو. بعد كده هاخدها وافرمها في الكبة على طول من غير ما احطها في مية ساقعة تاني، عشان لو حطيناها في مية ساقعة هتفقد برضو عرقها ومش هتبقى حلوة. الملوخية لها معاملة تانية غير باقي الخضار يا جماعة. الملوخية ما هياش بامية او بسلة بديها صدمة في مية ساقعة علشان خاطر تفضل محتفظة بلونها. لا، الملوخية لو حطيناها في مية ساقعة حرفيا مش هيبقى لها عرق ومش هتبقى حلوة. انا بطلعها من المية السخنة على الكبة على طول بفرمها وهي سخنة، بتفضل محتفظة بلونها برضو زي الفل، لا بتغمق ولا بيجرالها حاجة. خلاص كده. ما ينفعش برضو اعمل الملوخية في الخلاط. الملوخية علشان تحطيها في الخلاط هتحطي عليها شوية مية علشان تلف معاكي، هتلاقيها قلبت معاكي عصير عبارة عن رغاوي. هتيجي تطبخيها هتلاقيها كلها عبارة عن مية عاملة عرق وهتقوم مسقطة لتحت. كمان هتقلب معاكي رغاوي، هتبقى عبارة عن رغاوي، انت بتطبخي رغاوي حرفيا. خلاص كده. انا قلتلكم على كل الحاجات اللي ما تعملوهاش، لو عملتيها بنفس الخطوات اللي بقولك عليها دي هتطلع معاكي ملوخية ناجحة، هتوفر عليكي وقت كتير قوي. زي ما انتوا شايفين الملوخية مفرومة كويس قوي في الكبة بدون اضافة اي مية خالص. زي ما انتوا شايفين ناعمة ولونها اخضر، حاجة كده في منتهى الجمال. هكمل بقى باقي الكمية وارجع لكم تاني. خلاص كده انا خلصت. الملوخية لونها مغيرش، لونه اخضر وجميل جدا، القوام بتاعها تحفة بدون اضافة اي مية. دي بقى نفس الملوخية اللي بنشتريها جاهزة، ونفس الملوخية اللي بتستخدمها المطاعم
طبعا ما بيجيبوش ملوخية ويقعدوا يخرطوا الكميات دي كلها، هما بيعملوها بنفس الطريقة دي افضل وانجح طريقة للملوخية. زي ما قلت لكم قبل كده بعد الملوخية المخروطة. بعد كده هجيب اكياس التلاجة اللي هخزنها فيها، هحط في كل كيس على قد الطبخة اللي هعملها. بعد كده هخرج منه الهواء كويس قوي وهربطه. اهم حاجة نسيب مساحة كده في الكيس عشان نفردها فيه، مش عايزينها تبقى كوم واحد كده، عايزينها تبقى مفرودة ورقيقة كده عشان لما نطلعها تفك ما تاخدش معانا وقت. واحلى طريقة برضو علشان الملوخية تفك معاكي من غير ما لونها يغير، ما تسيبهاش تفك كده في قلب الكيس. اول ما تطلعيها من الفريزر حطيها بالكيس بتاعها في قلب طبق كبير مليان مية، هتفك معاكي بسرعة من غير ما لونها يغير. هتشيليها على طول تحطيها في الشوربة وهي بتغلي. هاخد منها كيس دلوقتي وهطبخه قدامكم عشان اوريكم قد ايه هي جميلة. كان عندي شوية من الشوربة حطيتها تغلي زي ما انتوا شايفين كده. اول ما هتغلي هفضي فيها كيس الملوخية على طول. دايما تخلي الشوربة اقل من الملوخية شوية عشان ما تطلعش خفيفة وساعتها مش هتعرفي تتصرفي فيها، لكن لو طلعت تقيلة تقدري تزوديها شوربة عادي مش هيجرالها حاجة. خلاص كده هتاخد غلوة واحدة هطفي عليها على طول. هشيل بس شوية الرغاوي اللي على الوش دول. بعد كده هنقلها في الحلة اللي هقدمها فيها. هنقلها الاول قبل ما اعمل لها الطش. خلاص كده هجيب الطاسة واحط فيها معلقة من السمنة، هسيحها كويس. بعد كده هنزل عليها بمعلقة من الثوم المفروم. قبل ما الثوم يصفر بحاجة بسيطة هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الكزبرة الناعمة. ما نحطش الكزبرة اول ما نحط الثوم، يعني ما نحطهمش الاتنين مع بعض علشان الكزبرة بتتحرق بسرعة فهتعمل طعم مر في الملوخية. اول ما الثوم يبدأ يصفر احط عليه معلقة على طول من الكزبرة الناعمة. هنقلبها ثواني ونحط على طول على الملوخية. وبكده نبقى خلاص خلصنا طشة الملوخية. عايزاكم تشوفوا لون الملوخية. لونها مش واضح قوي في الكاميرا، بجد هي لونها اخضر قوي، جميلة جدا والعرق بتاعها حلو قوي، ما هياش مسقطة لفة قدامكم اهي. بجد شوية ملوخية زي العسل. شكلهم وطعمهم وريحتهم جميلة جدا. اتمنى اكون عرفت افيدكم بحاجة، اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها بالطريقة دي، هتوفر عليكم وقت ومجهود. طريقة ناجحة، اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.